السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الناس المحنكة اللي بتفهم كورة. يعني عندنا كذا حاجة، الناس اللي عاملة نفسها بتفهم كورة، الناس اللي ماشية ورا السوشيال ميديا، الناس اللي بتتكلم بتردد كلام وهي مش عارفة. في حلقة أصلا أنا هعملها على حتة عارفين انتوا الفانتازي والبلاي ستيشن زمان أول ما طلع لنا أجيال حافظة أسامي كورة وحافظة مين يكسب ومين يخسر، ولكن هي مش فاهمة كورة. عندنا كريستيانو رونالدو ونصر السعودي هنتكلم عليه. عندنا الأهلي وتراجع مستواه، وهل ده بيخلي المنافسة قوية؟ هي دي المنافسة قوية ولا لا؟ هل الأهلي بيتراجع فالزمالك متفوق قوي، ولا الأهلي متراجع فنزل لمستوى الزمالك؟ النقطة الثانية موسيماني. يعني ده كل المواضيع اللي الناس بتفهم كورة. اولا عشان تبقى فاهم كورة كويس، عايزك تقول لي ايه الفرق ما بين انتقال النصر السعودي بالنسبة لكريستيانو وانتقال الباشا ناصر الخليفي. اسم النادي باريس سان جيرمان، يعني في الاخر ده ساري عربي، يعني ده ساري عربي وده عرب، ودول اللي بيدفعوا الفلوس يا باشا. فانت بتنهي مسيرتك ازاي؟ يعني اللي قاعد على باقه ب5 جنيه مش قادر يفهم الوضع وكحيان زي حالتنا، بيتكلم على واحد بياخد 1,000,000 وشويه في اليوم. يعني انت متخيلها؟ عنده 37 سنه، يعني داخل على 38 سنه، قاعد موسمين ونص، هيختم حياته وهو عنده 40 سنه بيقبض ملايين الملايين. فدي نقطه مهمه. فايه الفرق ما بين ناصر الخليفي؟ ميسي لما راح له واداله مرتب عالي او بيدفع، زي مبابي لما كان رايح ريال وبيموت في ريال من وهو صغير، وفجأة قعد وخد المرتب الاعلى في العالم عشان ناصر الخليفي. طيب فده مفيش فروق، يعني انا شايفها مفيش فروق. واحد بينهي مسيرته بمبلغ خرافي، ويعني وده هو مش عايز حاجه اكتر من كده. يعني بطولات انت بتستهبل. البطولات دي راجل عمل بطولات وارقام ما اتكررتش، يعني هو الوحيد اللي كسر ارقام بيليه، الوحيد اللي كسر بطولات يعني رهيبه يعني. النقطه الثانيه موسيماني. هم فين بقى كل المحللين من اول بتوع الكوره لغايه برضو كحيان ابو 5 جنيه على باقه كان بيهاجم موسيماني؟ انا واحد من الناس اللي كنت بفضل اقول اللعيبه دي تعبانه، اللعيبه دي كواليتي ضايع. المشكله في اللعيبه، احنا مباريات كتير قوي كان ممكن نحسمها بسكور، بيجيبوا 1-0 بالعافيه لانهم مش قادرين يخلصوا. فالموضوع يعني كواليتي لعيبه. وموسيماني يعني عايز حد بس يطلع يقول ان رايه كان صح في موسيماني من اللي كانوا بينتقدوه. استحاله، هيلفوا ويدوروا ويحوروا لغايه ما يوصلوا اللي هم عايزينه يعني. الباشا هيثم فاروق منزل تويته في اخر السنه بيقول ما احلى ان انت تدخل السنه الجديده وفريقك متقدم ومتصدر الدوري. يعني طب قول لي ازاي؟ يعني متصدر الدوري ازاي؟ يعني انت متصدر الدوري، هل ده الانجاز الرهيب في بدايه السنه؟ يعني موضوع غريب جدا يعني. بس حابب اقول لك حاجه، ان دايما المنافسه القويه بتيجي لما الاهلي بيتراجع، مستوى الاهلي بيتراجع. هات لي مره الزمالك كان افضل من الاهلي فعليا في حين ان الاهلي يكون افضل. انتوا ساعه ما عملتوا فريق الاحلام، ساعه ما جبتوا بن شرقي، ساعه ما جبتوا سياسي ولا بلا بلا وساسي وبن شرقي والجيل الذي لا يهزم وفريق الاحلام زمان احمد الكاس وغيره والكلام ده كله، انتوا في الضياع. برضه ما بتعرفوش تتفوقوا على الاهلي حتى لو الاهلي مستوى نص. عمركم ما وصلتوا لمنافسه قويه ان انتوا تبقوا راسكم براس الاهلي بالاداء، ادائكم قوي. لا، هو الاهلي اللي بيتراجع فبيخلي المنافسه قويه. هات لي اي موسم انت كنت الافضل من الاهلي والاهلي في حالته. لا، الاهلي زي ما انت شايفين كده اشباه لعيبه، اداء سيء جدا، لعيبه ما عندهاش حميه، كواليتي ضعيف جدا، ما بيخلصوش. في الاخر انا معاك في الصداره، متخيلها؟ انت في عز بن شرقي وساسي والتألق، انت غبت من الدوري وقلت عليه سهل وهربت عشان ما تقابلهمش عشان تحضر لنهائي كاس افريقيا. انت سبت وهربت، خفت تقابل الاهلي عشان عندك مطوشه مهمه في افريقيا وافريقيا اقوى. انت جبان، انت عمرك ما كنت الند بالند في مستوى الاهلي. الاهلي يتراجع، يرجع مستواه يقل، لعيبه ضعيفه، ساعتها بنتنافس. يعني انا اللي بنزل لك لمستواك، انا اللي بنزل، الاهلي بينزل لمستواك، مش انت اللي بتطلع لمستوى الاهلي. اثبت لي موسم واحد بس من اللي انا قلته ان الاهلي، ان انت نافست الاهلي وهو في عز مستواه.
استحاله، او 50% من مستواه. الاهلي لما يكون سيء جدا يوصل لمستواك انت ويتنافس معاك. دي نقطه مهمه قوي. ولينا لقاءات كتير في الدوري. السلام عليكم.